يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم. استنيت لحتى نزلت البازيلا بالموسم وبدي اسوي لكم اليوم اكله ظريفه خفيفه ومرتبه، واهل الشام بيحبوها كتير. حتى في عندهم حزوره بيقولوا عليها انه الحلواني شو بيعمل اكل غير الحلو، فبيقولوا لك الاكله هي الاوزي. اليوم بدي اقدم لنا اياها الشيف ابو بشير الدمشقي بمطبخنا وبنفسه الخاص. يا مرحبا فيك ابو بشير. السلام عليكم. وعليكم الله السلام، يا يسعدك اهلا يا وسهلا الله فيك، يا يجعل بخير. مرحبا. الله يبارك فيك شو يا الوضع باشا؟ بدكم تعملوا لنا اوزي؟ اوزي ان شاء الله. شو الاوزي؟ اوزي على كيف يعني احنا نعرف الاوزي الحلبيه، الاوزي الادلبيه، هلا الاوزي هي شاميه مو هيك؟ شامية 100%. ما فيها فكه ما يعني. فيها فكة. طب اوزي من هون حجي. لا، من قصه الاوزي تعرف شو هي؟ واحد معلم بقلاوه ما بيعرف يفتح ورق بقلاوه، بيطلع معه الورق سميك، يا سلام. فمرته جايبت له رز وبازيلا وهو في عنده شويه مكسرات. اي. برك صفن هذا الانسان، قال مالي غير اعمل لي حركه هيك فنيه مشان الناس تشتري من عندي. يا سلام. مسك الرز حطه وحط فوق هالمكسرات وصر ودخله على الفرن. اجت مرته لك قال ايش سويت؟ قال لا اوزي من هون. هي سر الاكل يا ترى، يعني ورق بيكون سميك، ديروا بالكم ما يكون بصير يكون ورق بقلاوه.